ريال مدريد يهزم كبار الدوري الإنجليزي. السلام عليكم ورحمة الله. تصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للإيرادات في 2023 في الوقت الذي تواجد فيه 9 أندية منافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضمن أول 20 ناديا بقائمة الأندية الأكثر تحقيقا للإيرادات بحسب التقرير المالي الأحدث الصادر عن الاتحاد الأوروبي للعبة. ونشر الاتحاد الأوروبي تقريره المالي يوم الخميس الذي كشف تسجيل ريال مدريد إيرادات بقيمة 841 مليون يورو، متفوقا على مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا والتي بلغت إيراداته 836 مليون يورو. حل برشلونة الإسباني في المركز الثالث بتسجيله قيمة 815 مليون يورو، فيما جاء باريس سان جيرمان الفرنسي في الرابع مركز بتسجيله 804 ملايين يورو. أوضحت يوفا أن 15 من أول 20 ناديا سجلوا إيرادات قياسية، وأن إيرادات بايرن ميونخ الألماني صاحب المركز السادس بالقائمة ارتفعت بمقدار 90 مليون يورو لتبلغ 744 مليون يورو. وحلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد، توتنهام، ليفربول، تشيلسي، أرسنال، نيوكاسل يونايتد، ويست هام يونايتد وبرايتون بقائمة أول 20 ناديا على مستوى أوروبا من حيث الإيرادات المحققة. وظهرت قوة الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال هذه الإيرادات الإجمالية التي بلغت قيمتها 6 مليارات و500 مليون يورو في 2022. وحل الدوري الإسباني في المركز الثاني بتسجيله إيرادات بقيمة 3 مليارات و300 مليون يورو. يليها الدوري الألماني الذي سجل 3 مليارات و200 مليون يورو. ما رأيكم في هذه النتائج؟ كانت متوقعة. ريال مدريد هو أفضل نادي في العالم حاليا من دون أي نقاش. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك، وكثرة الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا القضية الفلسطينية، كنتم نسيتم نحن لا ننسى. بارك الله فيكم. من استطاع أن يفعل شيء فليفعله. دعاء، مشاركة على مواقع التواصل. السلام عليكم ورحمة الله.